انا وانت ومعظم الناس ما عندناش مشكله في قله الحلول لاغلب مشاكلنا، لانها ببساطه موجوده في كل مكان وبشكل كبير واغلبها مجاني. المشكله بتكون في اننا مش عاوزين نطبقها، ولما بنكون عاوزين نطبقها ساعات كتير مش بنقدر نعمل ده. ولما بنكون عاوزين وقادرين ان احنا نعمل ده، للاسف وقتها بنختار ان احنا ناجلها. والحاله دي معروفه بالتسويف. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. انا سمير حنفي ودي قناتي، وهكلمكم النهارده عن مشكله معظم الناس بتعاني منها، وهي التاجيل او المماطله او التسويف. وهنعرف مع بعض ايه المشاكل اللي ممكن تواجهها بسبب المشكله دي، وليه اصلا نماطل او ناجل في حاجه المفروض ان احنا نعملها، وازاي نقدر بطريقه عمليه نتخلص من مشكله التسويف. ازيكم يا جماعه؟ مشكله التسويف عمرها ما بترتبط بالحاجات السهله والممتعه، ولكن دايما بتلاقي التسويف مرتبط بالحاجات الصعبه والمهمه. من الصعب ان انت تاجل اكله حلوه او خروجه مع اصحابك او انك تشوف فيلم انت بتحبه، ولكن سهل جدا ان انت تاجل تمرينه في الجيم او المذاكره بتاعتك او الشغل اللي متراكم عليك بقاله اسابيع. المشكله ان الدخول في دايره التسويف او المماطله ما بيخلصش على خير، ودايما بتحس نفسك مخنوق او متضايق، وخنقتك بتزيد اكتر لما بتظهر لك مهام جديده المفروض ان انت تعملها. وده لان عاده زي التسويف بتخلي دايما الحاجات تتراكم عليك، سواء كانت الحاجات دي قرارات مهمه المفروض ان انت تاخدها او اعمال ومهام المفروض ان انت تقوم بيها. والتراكم ده بيوصل لك احساس ان انت متاخر، او انت كده كده اصلا بتكون متاخر. وده مع الحياه السريعه اللي بقينا فيها وزياده الانجازات الوهميه اللي حوالينا بيزود عندك القلق والضغط النفسي حتى مع تراكم ابسط الاشياء. في دراسه اتعملت في السعوديه سنه 2025، هسيب لك اللينك بتاعها في الوصف، على عدد 1093 فرد أعمارهم بتتراوح من 18 سنة ل 55 سنة، بهدف تحديد انتشار المماطلة أو التأجيل أو التسويف وتحديد أثره على الفرد. ونتائج الدراسة بتقول إن أكتر من 65% من عينة البحث تعرضوا لمشاكل صحية زي التوتر والقلق ومشاكل في النوم، وده طبعا بسبب الضغط اللي تعرضوا له بسبب إن هم بيأجلوا في الحاجات اللي المفروض إن هم يعملوها. طب هو ليه إحنا بنماطل أو بنأجل أو بنسوف برغم إن معظمنا ممكن يكون عارف الحاجات أو المهام اللي المفروض يعملها دلوقتي، وعارفين برضو المشاكل اللي ممكن تحصل لو الحاجات دي ما اتعملتش؟ وكالمعتاد لأي حاجة سيئة بتحصل في حياتنا بيكون في مقدمة الأسباب سبب واحد بس، وهو الخوف. الخوف من الفشل أو إنك تغلط أو إنك ما تطلعش الحاجة بيرفكت بيخليك دايما تهرب وتأجل في الحاجة اللي المفروض إن أنت تعملها. وده بيزيد أكتر مع وجود الإنجازات الوهمية واللي بقيت مالية السوشيال ميديا، واللي بتعلي عندنا مستوى النجاح اللي المفروض إن إحنا نوصل له. ومن النقطة دي بنروح للسبب التاني، وهو الكمال أو المثالية. وهي فكرة ان انت بتكون عاوز كل حاجة مظبوطة، كل حاجة مظبوطة تمام قوي من قبل ما تبدأ اصلا. زي مثلا الشخص اللي عاوز يكون عنده امكانيات احترافيه علشان يبدا في صناعه المحتوى. وبالمناسبه الشخص ده حابب ان انا اوجه له رساله معينه. لو انت يعني بتتفرج على الفيديو، حابب اقول لك ان انا بصور الفيديوهات بتاعتي او بستخدم في تصوير الفيديوهات بتاعتي التليفون المتواضع جدا اللي نوعه S10e، وكمان بالكاميرا الاماميه مش الخلفيه، وكمان مش بستخدم اي اضاءه خالص، وده لاني بعتمد على اضاءه الشمس. وبستخدم مايك متواضع جدا سعره ممكن ما يعديش ال 200 جنيه، بغض النظر يعني عن الاستاند بتاع المايك. وهكذا برضو الشخص اللي علشان يذاكر بيقعد ساعتين يظبط في الأوضة بتاعته والمكتب، ويقعد 4-5 ساعات مثلا ياكل ويدخل الحمام ويعمل المشروب بتاعه ويشوف مثلا سوشيال ميديا والكلام ده، وبعدين يفكر ان هو يذاكر بعد ما يضيع كل ده. برضو حابين نوجه له رسالة ونقول له ان انت تقدر تذاكر من غير ما تضيع كل الوقت ده. السبب الثالث للتسويف او المماطلة، وهو ان ما يكونش فيه دافع قوي يحركك في كل مرة ويخليك تقوم تشتغل على الحاجة بتاعتك. والجزء ده انا عملت له فيديو بالتفصيل بوضح فيه ليه الشخص يكون عارف الحاجه الصح اللي المفروض يعملها دلوقتي ولكن للاسف ما بيعملهاش. هسيب لك لينك الفيديو ده في الوصف. السبب الرابع ان ما يكونش فيه هدف واضح. خليك عارف كويس ان طول ما انت مش محدد هدف لنفسك مش هتبقى عارف انت عاوز ايه او عاوز توصل لفين، فبديهي كده مش هتوصل لحاجه. اللي خلى ناس كتير عارفه هي عاوزه توصل لفين ومحددين هدفهم كويس جدا، وبرغم كده في كتير منهم ما بيوصلش. هتيجي انت وانت مش محدد هدف لنفسك وانت مش عارف انت عاوز ايه توصل للي انت مش عارفه ده؟ بعيده دي شويه. مبدئيا لازم تكون عارف ان في عندنا نوعين من الاهداف. نوع احنا اللي بنحدده لنفسنا بيكون نابع من جوانا احنا بناء على رغبتنا او الحاجات اللي احنا عاوزينها، والنوع ده بيزود عندنا الدافع تجاه الحاجه اللي احنا عاوزينها ويحركنا دايما ويخلينا ما ناجلش. زي مثلا ان انا اتعلم مهاره معينه علشان حاببها، او ان انا اشتغل مثلا في مكان معين علشان نفسي فيه. اما النوع التاني من الاهداف فده بيتفرض علينا من خلال المجتمع او من خلال المرحله العمريه اللي احنا بنمر بيها. زي مثلا هدف ان انت تعدي مرحله دراسيه معينه، او هدف مثلا ان انت تخلص مرحله الجيش بتاعتك، وهكذا. وعلشان ما تروحش للتسويف بسهوله او
التأجيل أو المماطلة، سميها زي ما تسميها، ضروري جدا الهدف بتاعك يكون واضح كويس جدا، وسواء كان الهدف ده انت اللي محدده او مفروض عليك من المجتمع او المرحله العمريه زي ما قلنا، ضروري جدا تخلي الهدف ده هو الدافع اللي يحركك تجاه اي شيء انت عاوز تعمله. السبب الخامس للتسويف وهو ادمان الراحه اللحظيه. الراحه او المتعه اللحظيه بتظهر لما يكون عندك مهام او شغل معين المفروض ان انت تعمله دلوقتي، وتلاقي نفسك بتهرب من الشغل ده بحاجات تانية ممكن تسبب لك متعه في وقت قصير. زي مثلا انت المفروض دلوقتي تقوم تذاكر، فتلاقي نفسك عاوز تمسك التليفون مثلا 5 دقايق، وطبعا عارفين ان بعد ال5 دقايق دول كلنا عارفين ان انت مش هتقوم تذاكر، وحتى لو قمت ذاكرت هتلاقي نفسك مش طايق المذاكره ولا الكتاب ومش قاعد على بعضك وعاوز ان انت ترجع للتليفون مره تانية. او زي مثلا انت المفروض دلوقتي تقوم تشتغل على حاجه معينه، فبدل ما تقوم تشتغل بتلاقي نفسك بتهرب في المتعه اللحظيه، زي ان انت مثلا تعمل حاجه تشربها، او انك تفتح سوشيال ميديا، او انك تاكل حاجه نفسك فيها، تعمل اي حاجه غير الشغل ده، والحاجه دي هتسبب لك متعه في وقت قصير. وهكذا في المتعه اللحظيه واللي مش بتخلص، واللي فيه منها متعه بيكون ضررها اكبر بكتير من كونها حاجه هتخليك تماطل او تاجل. وعلشان تمنع ضرر المتعه اللحظيه وتمنع كمان معاها ضرر التسويف، لان ده هدف الفيديو الاساسي، هقول لك على الحل النموذجي بناء على كل الكلام اللي انا لسه قايله. اول حاجه، حدد هدف. هتقول لي والله انا محدد هدف كويس جدا وعارف انا عاوز اوصل لفين بالظبط، او عارف انا عاوز ايه. هقول لك تمام، مفيش مشكله، حدد بقى المتطلبات او الحاجات او الشغل اللي انت هتحتاجه وهيوصلك للهدف ده. احنا دايما للاسف بنشوف الناس وهي بتوصل لاهدافها وهي بتنجح، ولكن مش بنشوف المعاناه اللي بتوصل الناس دي للنجاح. احنا دايما بنشوف فلان اللي بيشتغل في شركه محترمه، ولكن مش بنشوف فلان ده وهو بيحضر نفسه والكورسات والمذاكره والمجهود والتدريب والتعب، ومش بنشوف معاناته وفشله اللي مر بيها قبل كده لما قدم في اكتر من شركه واترفض. نظرتنا دايما للنتيجه النهائيه بتقلل من اهميه المشوار نفسه، وبتخلينا نشوف كده ان هو شيء عادي اي حد يقدر يعمله. انت نفسك بتشوف انك تقدر تعمله، بس اللي هو مش في دماغك دلوقتي. فبناء عليه لما بنحدد هدف ونبقى عاوزين ان احنا نوصل له ونبدا نشتغل عليه بشكل فعلي، بنتصدم في الاخر بالمجهود او التعب اللي بيحتاجه الهدف ده، وبيتشكل وبيتكون عندنا رهبه كبيره تجاه الهدف ده. وكل ما بنحاول ان احنا نسعى تجاه الهدف ده مره تانية، كل ما بتطاردنا الرهبه اللي بقت موجوده، وكل ما بنفتكر ان هو قد ايه شيء صعب جدا. وعلشان تتخلص من النقطه دي، او علشان ما تعديش عليها خالص، مهم جدا ان انت تعرف المتطلبات اللي هيحتاجها الهدف بتاعك، سواء كانت المتطلبات دي وقت او فلوس او مجهود. ثانيا بقى، هو الاهم، وان انت تقسم الهدف الاكبر بتاعك لمهام صغيره على فترات زمنيه مختلفه، علشان تقلل من رهبه الهدف الاكبر، وفي النهايه المهام الصغيره دي هتوصلك في الاخر للهدف بتاعك. الحاجه الثالثه اللي المفروض تعملها هو ان انت تربط انجازك للمهام الصغيره اللي قلنا عليها بنظام مكافاه. حاجه بسيطه زي ان انت مثلا تشرب حاجه بتحبها، ترتاح 10 دقايق، تعمل اي حاجه بتحبها لمده صغيره، بس الحاجه دي ما تكونش مضره، وده علشان تقدر ان انت ترجع للمهمه اللي بعدها وانت فايق، وتحاول بقدر الامكان انت تتخلص من الم وتعب المهمه اللي قبلها. الحاجه الرابعه والمهمه جدا هو ان انت تحدد وقت بدايه. دايما لازم تكون عارف انت هتبدا امتى، حتى لو انت محددتش هتنتهي امتى من الشغل بتاعك، ولكن على الاقل تكون عارف انت هتبدا امتى وتلتزم بكده. مثلا هبدا بكره الساعه 10 الصبح بعد ما اكون صحيت وفطرت، هخلص بقى امتى مش مهم قوي. وده لان خطوه البدايه هي دايما الجزء الاصعب في اي حاجه. وبالمناسبه كان في كتاب كنت عملت له فيديو هنا في القناه، كان بعنوان ذا 5 سكند رول او قاعده ال5 ثواني، وكان بيتكلم عنك ازاي تاخد خطوه البدايه في اي حاجه انت عاوز تعملها. هسيب لك برضو لينك الفيديو ده في الوصف. والثلاث حاجات دول اللي انا لسه قايل عليهم من شويه عن تجربه انا بشوفهم اقوى علاج للمماطله او التسويف او التاجيل. يعني لو هنشبههم كده باضلاع المثلث، هنقول ان الضلع الاول هو ان انت تحدد هدفك كويس وتقسمه لاهداف او مهام فرعيه، والضلع الثاني هو ان انت تربط انجازك للمهام او الاهداف الفرعيه دي بنظام مكافاه، والضلع الثالث والاخير هو ان انت تحدد جدولك الزمني، وبالتحديد تحدد امتى هتبدا. بمجرد ما تعمل الثلاث حاجات دول هتقدر انت تتخلص من 50% من مشكله المماطله او التاجيل او التسويف، وطبعا ال 50% الثانيه هتخلص بمجرد ما تقوم وتشتغل بشكل فعلي. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد.